غيث مروان وأهله، هل في خلاف أم لا؟ تعالوا معي بهذا الفيديو نعرف إذا في خلاف أو لا. مؤخرا انتشر كتير إنه لما وتيم أخوات غيث وخالته حنان لغوا المتابعة عن غيث وسارة، بدورهم غيث وسارة لغوا المتابعة عن تيم ولما وتركوا خالته حنان. هلأ السؤال يلي بيطرح نفسه واللي أنا دائما بسأله لنفسي إنه كيف في ناس بتعرف مين ضاف مين ومين شال مين عن المتابعة؟ اللي بيعرف عن الموضوع يكتب لي بالتعليقات، لأنه أنا عندي فضول كتير كبير اتجاه هذا الموضوع. نرجع لموضوعنا. بدأت القصة بين غيث وأهله لما انتقل غيث وسارة لبيتهم الجديد. المتابعين نطروا عزيمة غيث وسارة لأهله أو إنهم يباركوا لهم بالبيت، بس هذا ما صار. بشهر رمضان المبارك كمان غيث وسارة عملوا عزايم كتيرة وعزموا أهل سارة وعزموا رفقاتهم المشاهير، بس ما عزموا أهل غيث. هون زادت شكوك المتابعين إنه في مشاكل بين الاثنين، والتعليقات كانت إنه المشاهير ما لازم يطالعوا مشاكلهم على العلن، وحتى ما يعملوا إلغاء متابعة لحتى ما يشكوا الناس إنه في مشاكل، وهن بيضلوا أهل وبيحلوا مشاكلهم بين بعض. هلا أنا برأيي الشخصي إنه حتى لو في خلاف هو رح ينحل مع الزمن، لأنه الأهل ما رح ينقطعوا عن بعض، ووجود العيلة بحياتنا هو شي كتير مهم، وغيث وسارة بيعرفوا هاد الشي كتير منيح. وخالته حنان يلي ربته لغيث مثل ابنها كمان بتعرف هاد الشي كتير منيح. ونحن حاليا ناطرين الصلحة بين بعضهم، وإن شاء الله بنشوف هاي الصلحة قريبا يا رب. انتو شو رأيكم؟ اكتبولي بالتعليقات وتابعوني. باي.